السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم في مطبخ انس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ طبعا النهارده بقى عند ماما فاجئتها باحلى هدية في عيد الام. طبعا حبيت ان انا اغير فكرة الهدية عن كل سنة، يعني بما ان احنا الاسعار غلت وولعت، فقلت بقى اجيب لها حاجة تستفاد بيها. طبعا شوفوا قدامكم محتويات الهدية وقولوا لي رأيكم بصراحة. طبعا هي اللي بتطلع الهدية من الشنطة. طبعا احب اقول لها كل سنة وانت طيبة يا حبيبة قلبي، وكل سنة وانت معايا ومنورة حياتي. كل سنة والعمر الطويل ليكي، وربنا ياخد من عمري ويديكي ويديكي الصحة والعافية. طبعا الام دي كل حاجة في الدنيا يا جماعة، احنا ماشيين بدعاها. طبعا ربنا يخليها لي ويديها الصحة والعافية، وربنا ياخد من عمري ويديها. طبعا لو قعدت اقول من كلام من هنا، كلام الدنيا ما يكفيش حب ليكي. طبعا هي اللي بتطلع الحاجات من الشنطة، وكمان غير الهدية دي عاملة لها مفاجأة في الصندوق اللي هو الدهبي ده. هتشوفوا كل حاجة قدامكم، وعايزة رأيكم بصراحة في تغيير هدية عيد الأم، إذا كانت عجبتكم الفكرة ولا لأ. طبعا طول ما امك لسه عايشة وفيها الروح وبتدعي لك، طول ما انت حياتك هتمشي كلها خير وبركة. طبعا اوعى تزعل امك وراضيها علشان ربنا يرضيك. كل سنة وانت طيبة يا حبيبة قلبي، وربنا يخليك ليا ويديمك في حياتي. وكل سنة وانت طيب يا بابا، وربنا يخليك ليا ويديمك في حياتي. وربنا يخلي لي اخواتي يا رب، ويخلي لي اولادي وزوجي يا رب، اللهم امين. وربنا ما يحرمناش من بعض ابدا. طبعا شوفوا محتويات الشنطة وقولوا لي رأيكم بصراحة. طبعا انا حبيت ان انا اغير الفكرة تماما عن كل سنة. طبعا انا بتكلم وانا عايزه اعيط والله العظيم من الكلام اللي انا عايزه اقوله، بس طبعا علشان ما نكدش عليكم خليكم متابعين تفاصيل الهديه. طبعا هي وهي بتطلع الشنطه، طبعا قعدت تعيط جامد جامد. قالت لي انت مش محتاجه ان انت تجيبي لي حاجه، وما كانتش راضيه تاخد اي حاجه والله، بس انا قلت لها لازما لازما عشان هديه عيد الام. طبعا هو مش لازم يبقى فيه عيد ام علشان اجيب لها هديه. شوفوا بقى انا كاتبه لها ايه: ربنا يديمك في حياتي. ده اول ورقه كاتباها لها. طبعا هي كانت بتفتح الهديه وبتعيط. ربنا يخليكي ليا يا حبيبه قلبي ويديمك في حياتي. تاني ورقه: ياخد من عمري ويديكي. تالت ورقه: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا يخليكي ليا. رابع ورقة: طبعا طول ما هي بتفتح وانا هفضل اصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. حبيبتي وعمري وحياتي ونور عينيا وكل حاجة ليا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا الفكرة عجباني جدا جدا جدا، وأول مرة أنفذها. طبعا كل عيد أم بإذن الله تعالى هعمل لها حاجات مختلفة: أنس وعادل وحمزة وجودي وجدو شوقي وماما نبيلة. طبعا كتبت العيلة كلها في الورقة زي ما انتوا شايفين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا دي رابع ورقة ولا خامس ورقة مش فاكرة تقريبا. انا كنت ملزقه الورق، فكنت بقول لها بالراحه وانت بتفتحي الورق: كلام الدنيا ما يكفيش حب ليكي يا اغلى من رأت عيني. شايفين ده خط يا جماعه على فكره والله.
عايزه رايكم بصراحه في الكومنتات في الهديه دي. وده الصندوق بقى اللي كنت حاطه لها فيه الورق اللي فيه الفلوس ده كله، وكاتبه لها كمان في القراطيس التانية كلام. هي هتفتح واحده واحده معاكم. طبعا الورقه دي بعشقك. ايه رايكم بقى في الهديه دي؟ دي إيه؟ يانا يما عليكي ضمه. ايه رايكم في الكلام؟ شاعره والله، شاعره. اعظم ام في الدنيا، بجد والله اعظم ام في الدنيا. ربنا يخليكي ليا يا حبيبه قلبي ويديمك في حياتي. طبعا كلام الدنيا ما يكفيش. استحملت عشان كتير فعلا. فعلا والله استحملت عشان كتير. كل سنة وانت منورة حياتنا، وربنا ما يحرمنيش منك ابدا. وخلاص توتة توتة.